ناخد بالنا ان ممكن نحط شرط معين داخل الوايل نفسها يخلي الفانكشن بتاعتي ترجع للشرط تاني وتبدأ تقيمه. ازاي؟ خلينا نشوف المثال اللي هو قدامنا ده مع بعض. بقول له ان هي عبارة عن انت وانبوت والانتر نمبر. ده معناه ايه؟ الامر انبوت عشان ياخد الانبوت من اليوزر، والامر انتجر عشان خاطر يحول الانبوت اللي دخله اليوزر ده لانتجر. وده هنلاحظ ان هو او الامر ده كله هنلاحظ في الحته ديت من الكود ان هو هيتنفذ مره واحده وواحده فقط ومش هنرجع له تاني. وبعد كده بقول له وايل ان ليس ذان اور ايكوال تو 100. هنا بقول له لو كان الانبوت اللي انت دخلته او اللي انت واخده من اليوزر اقل من او بيساوي 100، روح اعرضه لي في الاول خالص اهو. وبعدين روح اسال اليوزر تاني عشان يدخل رقم تاني. روح اسال اليوزر ايه عشان يدخل رقم تاني، ويقوم راجع تاني لللوب بتاعه اللي هو وايل. هل الرقم اللي عرفته ليه احنا مش هنرجع هنا تاني؟ ليه؟ لان انا خليته يسال اليوزر تاني على رقم. لما يساله هيقوم راجع تاني لللوب بتاعه. هل الرقم اللي دخله اليوزر اقل من او بيساوي 100؟ طول ما هو صحيح اقل من او بيساوي 100، روح اعرض لي الرقم ده وخد منه ايه رقم تاني. طول ما هو صحيح ارجع تاني لللوب ونفذ البرنت وخد منه لغايه اما الايه، لغايه اما الرقم اللي ياخده من اليوزر يبقى مش اقل من او بيساوي 100. وفي الحاله دي هيروح يعمل ايه؟ هيروح خارج خالص من الوايل وينزل تحتها يلاقينا بقول له برنت فينش، هيقوم رايح عامل طباعه للامر فينش. يبقى لما تاخد بالك انا عملت هنا امر تاني، الامر ده او شرط داخل الوايل نفسها بيخلي الفانكشن تنده نفسها تاني. يبقى انا حطيت سطر كود اهو، خليت الفانكشن ترجع للشرط تاني. خليت الفانكشن ايه ترجع للشرط تاني وتروح تقيمه. هل الشرط صحيح ولا الشرط مش صحيح؟ الشرط ده بقول له ايه؟ هل الرقم اللي دخل اللي انت اخدته من اليوزر اقل من ال 100؟ لو روح اعرض لي الرقم ده وخلي اليوزر يدخل رقم تاني ويرجع لللوب تاني، وهكذا لغايه اما ايه، اما الرقم اللي هيدخل يبقى مش اقل من او بيساوي 100، وبالتالي هيقوم رايح عارض لي الايه، عارض لي امر برنت. وبالتالي لا فينش يعني. وبالتالي لما اقول له رن الجزئيه دي من الكود هيقول لي دخل لي ايه، هيقول لي انت كيوزر بقى دخل لي الرقم بتاعك انتر نمبر. هقول له مثلا الرقم ده كان بكام؟ كان ب 10. وبالتالي في الحاله دي هيلاقي اهو ان اقل من او بيساوي كام، اقل من او بيساوي 10. حلو جدا. طيب هيقوم راجع تاني لمين؟ هيقوم رايح برنت ال 10 ويقوم رايح قايل لي سألني سؤال تاني اهو، بيقول لي دخل رقم تاني. هقوم قايل له مثلا كام؟ 80 وانتر. طبعا ال 80 هياخدها. هل ال 80 اقل من او بتساوي 100؟ هيقوم طبيعي لل 80 ويقوم سألني سؤال تاني، دخل لي الرقم تاني بعد اذنك. هقوم قايل له مثلا 95 وانتر. هيروح يلاقي يقارن ال 95 بال 100. هل ال 95 اقل من او بتساوي 100؟ هيقول لي هيلاقيني بقول له اعمل لي برنت لي الان وخد رقم تاني من اليوزر. وهفضل ماشي لو دخلت له مثلا 99 برضه هيلاقيها اقل من او بتساوي 100. هيقوم طابع لي ال 99 ويسالني تاني يقول لي دخل لي بعد اذنك رقم تاني. هفضل ماشي ماشي لغايه مثلا ادخل له 120. في الحاله دي هيروح يقارن هل ال 120 اقل من او بتساوي 100؟ لا، هيقوم خارج بره وايل خالص ويروح يشوف هل في حاجه بره الوايل. هيلاقيني بقول له اعرض لي الامر فينيش. هيقوم عارض لي مين؟ هيقوم عارض لي الامر اللي اسمه فينيش. عايز اقول لك برضو على حاجة تانية كويسة جدا جدا. ايه هي؟ ممكن نحط قدام وايل رقم. ممكن نحط قدام وايل ايه رقم مش شرط، وبايثون هيتعامل مع الرقم ده كما لو كان شرط، ويفضل اللوب شغالة لغاية لما الرقم ده قيمته تبقى زيرو. في الحالة دي هيبقى فولس وتخرج وايل خالص من الايه الوايل بقى والاوامر اللي هي بتنفذها. يبقى لو وايل لقت الرقم اللي قدامها، لو وايل راحت ولقت الرقم اللي قدامها يعني اي رقم ما عدا الزيرو، هتفهم ان انا بقول لها وايل ترو. تفهم ان هو ايه ترو، وتروح تنفذ مجموعه الاوامر اللي تحتها وترجع لنفسها تاني. طول ما الرقم ده ما هوش زيرو هتفهم ان هو ترو وتروح تنفذ مجموعه الاوامر اللي هي ايه اللي هي تحتها.
اول لما تلاقي الرقم ده بقى زيرو هتفهم ان هي فولس وتخرج من اللوب. هتفهم ان هي فولس وتخرج من اللوب. وفي الحاله دي بقول له انا هعرف متغير عباره عن اكس، واكس جواه 8. ماشي. بقول له وايل اكس. بقول له وايل ايه؟ وايل اكس. حلو، ده الشرط بتاعي. انا اديت وايل ايه؟ اديت وايل رقم. يبقى اول مره اكس فيها كام؟ اكس فيها 8. وبالتالي ال 8 هتترجم لايه؟ لترو. وهيقوم داخل للشرط، هيبرنت اكس، هيقوم طابع كام؟ عارض لي 8. وياخد اكس يطرح منها واحد تبقى 7، ويحط لي الناتج في اكس الجديده. وبالتالي هيروح تاني الوايل، وايل 7. يبقى هيفهم ان السبعه ديت ايه؟ ترو. يقوم عارض لي السبعه، ياخد السبعه يطرح منها واحد تبقى 6، وهكذا لغايه الواحد. يبقى خلينا مثلا في الواحد، يبقى اكس بكام؟ بواحد. يبقى هيفهم ان هي ترو، يقوم طابع لي الواحد. واحد ناقص واحد صفر، يقوم حاطط لي صفر في مين؟ في الاكس، ويلاقيها وايل اكس. لما اكس هنا في الحاله ديت بزيرو، وايل زيرو، كاني بقول له ايه؟ كاني بقول له الامر فولس. في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ اول لما يلاقي قدامه زيرو هيفهم ان هي فولس، ويقوم خارج من اللوب خالص وينزل يشوف هل في اوامر تانية ينفذها ولا لا. في الحاله دي لما اقول له رن، انا ما عملتش اوامر تانية تحتيها. لما اقول له رن هيقوم عارض لي ايه؟ 8 7 لغايه كام؟ لغايه الواحد. ولو انا جيت نشطت الامر ده وقلت له اعمل لي برنت اي هاف فينيش، عادي جدا جدا، بعد ما يخرج من الواي هيقوم يلاقيني بقول له اعرض لي اي هاف فينيش، هيقوم مديني ايه؟ هيقوم مديني الامر اللي هو فينيش بالشكل اللي هو قدامنا ده. خد بالك كمان ممكن اضافه ايلس مع وايل. وفي الحالة دي وايل هتقعد تلوب أو تلف عدد غير محدود من المرات طالما الشرط صحيح أو طالما الشرط متحقق، غاية لما الشرط يبقى غير متحقق. في الحالة دي هيروح لإيلس مرة واحدة وواحدة فقط، وبعد كده يقوم خارج من اللوب. يبقى لو انا استخدمت ايلس مع وايل، هو في الحاله دي طول ما الشرط صحيح هو بينفذ مين؟ بينفذ الكلام اللي جوه الوايل. لو الشرط اختل، ايه اللي هيحصل؟ هيقوم خارج بره مين؟ هيقوم خارج بره الوايل ورايح منفذ ايلس مره واحده فقط، ويعرض لي الحاجه اللي انا عايز اعرضها في ايلس، ويقوم خارج بقى من اللوب. يبقى في الاول خالص انا بعرف له متغير اسمه اكس، واكس جواه القيمه اللي هي زيرو، حطيت فيها زيرو. بعد كده بقول له وايل اكس ليس ذان 10. هيسأل يبقى اكس مكانها كام؟ اكس جواها زيرو، يبقى هل الزيرو اقل من 10؟ اه، يبقى الشرط اتحقق. هيعمل ايه؟ هياخد اكس يجمع عليها واحد ويحط لي الناتج في اكس الجديده، ويقوم رايح عامل لي برنت ماي نيم از علي. كويس جدا. ويقوم راجع تاني لللوب. يبقى اكس بقى فيها كام المره دي؟ واحد. هل الواحد اقل من 10؟ اه، معناها ان الشرط ايه؟ معناها ان الشرط تحقق. يبقى يقوم واخد الواحد جامع عليها واحد يبقى 2، يبقى اكس الجديده فيها 2، ويقوم طبيعي لي برضه ماي نيم از علي لتاني مره. يقوم طالع هل الاثنين اقل؟ وهكذا لغايه كام؟ لغايه مثلا اما اكس يبقى فيها 9. هل التسعه اقل من 10؟ اه، يقوم نازل جامع واحد على التسعه تبقى 10، اكس الجديده بقى فيها 10، ويقوم طبيعي لي ماي نيم از علي. يروح مقارن هل 10 اقل من 10؟ لا. يقوم نازل لإلس، منفذ الامر بتاعتها، يعرض لي كلمه هال، وبعد كده يقوم خارج خالص منين؟ يقوم خارج خالص من اللوب. يبقى في الحاله دي لو انا جيت عملت له رن، هنلاقي الجمله بتاعت ماي نيم از علي اتكررت كم مره؟ 10 مرات. وبعد كده هيقوم طابع لي ايه؟ هالت، او يطبع لي اي امر او اي جمله انا عايز اعرضها بعد كده. ده كان بالنسبه لي الداله اللي اسمها وايل.